جربت بطة عندي يا مشاهد ولقيتها مش حلوة في تطليع الرومي ومش حلوة في تطليع الفراخ البلدي. اذبحها ولا هعمل ايه؟ هقول لحضرتك هو طبيعي ان هي ممكن ما تكونش كويسة في تفريخ بيض الرومي او بيض الفراخ البلدي، لانه مش البيض اللي هي بيضاه. فعلا في بعض البط بيعمل كده، وده كان عن تجربة بالنسبة لي، لان انا كل حاجة لازم اكون مجرباها. طب انت بتصور لنا البط مطلع رومي ما شاء الله تبارك الله، ومطلع برضو كتاكيت بلدي، ومطلع برضو بط. فاشمعنى البط عندنا ما بيرقدش على بيض رومي؟ اولا يا جماعه والله والله دي ارزاق، دي ارزاق، دي حاجه انا ماليش يد فيها، ده هو الرزق من عند ربنا. دي حاجه. الحاجه التانية السعي، اسعي واجتهد على نفسك. يعني مثلا حد سعى واجتهد على نفسه مره زي حد سعى واجتهد على نفسه 10 مرات، فبالتالي ربنا بيجازي كل واحد على قد سعيه. انا جربت في بطه واثنين وثلاثه واربعه وعشرة لحد ما وصلت لنتيجه معينه في حاجه معينه ففادتني، فبفيد حضراتكم بالمعلومات. البطه اللي ترفض عندك بيض الفراخ ما تطلعهوش او تموته، او بيض الرومي، دي خلاص دي معروفه، دي حاجه ربانيه من عندها، احنا ملناش يد فيها. دي حاجه ربانيه كده، ان هي حابه البيض بتاعها بس. وممكن تحط لها بيض بطه تانية، ايوه هي مش هتميز بيض البط بس هتميز بيض الرومي او بيض الكتاكيت البلدي. بس الحمد لله انا اغلبيه البط عندي الغالب بيرقد على اي بيض عادي، مفيش مشكله. بس انا بقول الكلام ده عشان الناس اللي بتبعت لي الكلام ده في التعليقات